السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء. عدنا إليكم من جديد في جولة رياضية مميزة لنستعرض أبرز المستجدات والأحداث التي شغلت الساحة الكروية مؤخرا. اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش أمام فرصة تاريخية لإنهاء أزمته بناء على طلب المدرب خورخي سامباولي. يسعى نادي رين الفرنسي للتعاقد مع اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش الذي لم يحظى بفرص كافية للمشاركة مع فريقه الحالي غلطة سراي التركي هذا الموسم، حيث لعب زياش 3 مباريات فقط دون أن يظهر تأثيرا كبيرا، وذلك بسبب قلة الثقة التي منحها له المدرب التركي أوكان بوروك. زياش الذي عانى من وضع مشابه في تشيلسي الإنجليزي يفكر جديا في مغادرة غلطة سراي بحثا عن ناد يمنحه فرصة أكبر لإبراز إمكانياته البدنية والفنية، خاصة قبل انطلاق كأس إفريقيا. ويبدو أن نادي أولمبياكوس اليوناني الذي يضم مواطنه أيوب الكعبي أبدى اهتماما بضم زياش لتشكيل ثنائية هجومية مغربية. بالإضافة إلى ذلك، تراقب عدة أندية أخرى وضع اللاعب باهتمام، بينما قرر نادي أياكس أمستردام الهولندي عدم استعادته بسبب ضغوط داخلية في إدارة النادي. الكاف يجس نبض الجامعة الملكية لتنظيم الشان تفقد وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف الملاعب المغربية المخصصة لاستضافة نهائيات كأس إفريقيا 3025، وأبدى اهتماما بطرح المغرب كبديل محتمل لتنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين الشان في حال سحبت من الدول المنظمة الحالية كينيا، تنزانيا وأوغندا. رغم الأشغال الجارية في بعض الملاعب الإفريقية، يرى الكاف أن المغرب يعد الخيار الأنسب لتنظيم البطولة بفضل جاهزية بنيته التحتية، مثل ملاعب وجدة وبركان والحسيمة والجديدة ومركب العربي الزولي. يذكر أن المغرب سبق له التتويج بلقب الشان في نسختين سابقتين، بينما غاب عن النسخة الأخيرة التي أقيمت في الجزائر بسبب خلافات دبلوماسية بين البلدين. أمين حارث على مشارف مغادرة مارسيليا. يبدو أن الدولي المغربي أمين حارث في طريقه للرحيل عن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وفقاً لصحيفة ليكيب الفرنسية، قررت إدارة النادي النظر في عروض بيع اللاعب بناء على توصية من المدرب. ورغم البداية المميزة لحارث هذا الموسم، إلا أن إصابة تعرض لها مؤخراً أبعدته عن الملاعب، مما جعل استمراره مع الفريق أمراً مستبعداً. اللاعب المغربي يبحث عن فرصة جديدة مع ناد يمنحه مساحة أكبر للتألق. إيفرتون يضع حمزة إيغمان ضمن أهدافه. دخل نادي إيفرتون الإنجليزي في مفاوضات للتعاقد مع المهاجم المغربي حمزة إيغمان لاعب نادي غلاسكو رينجرز الاسكتلندي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة. ووفقا لموقع التي بي آر فوتبول، جاء اهتمام إيفرتون بعد الأداء المميز الذي قدمه إيغمان مع فريقه، حيث سجل 6 أهداف هذا الموسم. إجمان الذي انتقل من نادي الجيش الملكي المغربي إلى رينجرز بداية الموسم الجاري، أصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية بفضل مستواه التصاعدي.